تعرف ان كان في اداة تعذيب بتخليك تضحك لحد ما تموت؟ في العصور الوسطى كان عندهم خيال مريض في اختراعات وسائل التعذيب. واحدة من اغرب الطرق دي كانت تعرف باسم التعذيب بالضحك. الفكرة كانت بسيطة ومرعبة. الضحية بيتم تقييدها او ربطها بالكامل لغاية ما تبقاش قادرة تتحرك، وبعدين كانوا بيستخدموا ادوات بسيطة جدا زي ريشة النعامة والوزق او اطراف فرش خشبية، وبعدها يفضلوا يزغزغوا الضحية في اماكن معينة تحت الابطين والقدمين او في البطن، والموضوع ده بيستمر لساعات طويلة. هو ممكن يبان تافه، لكن لما تستمر الدغدغة او الزغزغة لفترات طويلة فالجسم بيبدأ ينهار فعليا. الضحك بيخلي التنفس يضطرب وضربات القلب تتسارع بشكل خطر، والضحية او الشخص مع الوقت ممكن يدخل في حالة اختناق او حرفيا يموت من الضحك. يعني الضحك الاجباري كان بيتحول من الشعور بالسعادة الى آلة موت بطيئة. بعض المؤرخين بيقولوا ان الطريقة دي كانت وسيلة تعذيب ناعمة نسبيا، لانها مش بتسيب جروح ظاهرة زي بتر الاطراف او الجلد وغيرهم، لكن الحقيقة ان الاثر النفسي كان مدمر، والضحايا كانوا يفقدوا السيطرة على جسمهم وعقلهم تدريجيا لحد النهاية المأساوية. تخيلوا الضحك اللي بنعتبره حاجة لطيفة كان زمان وسيلة للتعذيب والموت. فلو عايزين تعرفوا وسائل تعذيب اكتر حصلت في العصور الوسطى قولوا لي في الكومنتات، وتتوقعوا ايه هي اغرب وسيلة تعذيب عرفها التاريخ.